السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تخيلوا بقى ان ده قرنبيط، مش برجر ولا حاجه ولا كفته، لا بجد طعمه تحفه. طريقته سهله جدا، من غير بقى ما نقلي ولا اي حاجه ولا زيوت كتيره. شايفين بقى الجمال؟ تعالوا بينا نبتدي في المقادير. اول حاجه هنا معايا ميه بتغلي، رشه كمون ورشه ملح، وهنزل هنا بقى بالقرنبيط. انا عايزه القرنبيط يبقى مستوي كويس، نقلبه كده تقليبه علشان كله يبقى مستوي زي بعضيه، مش مجرد ان احنا هنسلقه بس، لا احنا لان احنا هنهرسه عايزينه تسويه كامله. خلاص هنا استوى بقى، هطفي عليه اصفيه كويس من الميه وهو سخن. هاخده في الصينيه وابتدي اهرسه علشان يبقى سهل معايا. شايفين اهو مستوي كويس علشان ابتدي اهرسه كويس. تمام كده. هنبتدي بقى نضيف له خضار، انت بقى تضيف له اي خضار انت حباه. هنضيف له 5 معالق كبار شوفان مطحون، ومعايا هنا توابل: معلقة صغيرة كمون، فلفل اسود، بهارات 7، كزبرة، بابريكا، ملح. تمام كده. ومعايا هنا بصلية مبشورة وجزرية مبشورة. تقدري طبعا تضيفي اي خضار انت حباه، بروكلي، كوسة، اي حاجة. وهنا معايا بيضة، ومعايا معلقتين كبار بقدونس. تقدري تضيفي شبت، كزبرة، اي حاجة، وتبتدي بقى تقلبيهم كويس. بصوا مقدار القرنبيطة هنا كانت معايا ممكن حوالي 300 جرام او 400 كده. زي ما انتوا شفتوا الكميه كده، كانت قرنبيطه صغيره عندي. تمام. المهم ان انتوا لما تيجوا تضيفوا عليها الاضافات دي، ولقيتها معاكم طريه او ملزقه، هتضيفوا دقيق. ممكن طبعا تستبدلوا دقيق الشوفان بدقيق دقيق ابيض او بقسماط، بس انا حبيت اعملها تكون كلها كده ايه، تكون مكوناتها كلها صحيه. بس لو مش متوفر الشوفان تقدروا تضيفوا دقيق ابيض او بقسماط. احنا عايزينها بس علشان تمسكها ومتبقاش طريه وما تفكش منك، فهتضيفي بدل الشوفان يا بقسماط او دقيق ابيض. بس هشكلها كده وامسح بس ايدي وانا بشكلها مسحه زيت. تمام. انا اشتغلت على طول، يعني انا مسحت ايدي مسحه زيت وابتديت اشكل وعلى طول على الطاسه. لو حابه تدخليها التلاجة شويه علشان تمسك معاكي، لو معرفتيش تتحكمي فيها دخليها التلاجة شويه او الفريزر. تمام. هنا بقى في طاسه على النار فيها معلقه زيت، معلقتين، حابه تقللي الزيت عن كده براحتك. خلاص اول ما تقلبيها كده تاخد لون، خلاص كده هنا استوت معايا. اخرجها على مناديل برضو علشان لو في زيت زيادة المناديل هتنشفها. خلاص هنا هنقلبها يمين وشمال، اول ما تاخد لون معانا كده خلاص هنخرجها وننزل بقى بالباقي. لو حابة تدخليها الفرن هتدخليها، مينفعش تدخليها على الصينية على طول كده هتلزق معاكي. تمام. هتدخليها على صينية ما بتلزقش، او على ورق زبدة. بس هنا احسن، انا حبيت اعملها هنا اجربها هنا، لقيت التسوية بتاعة الطاسة احسن بصراحة. شايفين عاملة ازاي؟ وبجد طعمها تحفة. وتقدري زي ما قلتلك تغيري اي خضار او تزودي اي خضار. هنا خلصت الكمية كلها اهي. بجد كان طعمها حلو جدا. عايزة اقول لكم ان بنتي اكلتها من غير ما اقول لها، فبتقولي دي كفتة فراخ. طعمها تحفة، مش باين خالص ان انت بتاكلي قرنبيط خالص. اللي مش بيحب القرنبيط مش هياخد باله خالص ان هي قرنبيط بصراحة. يعني انا دوقتها كمان لكذا حد كده، ما محسش خالص ان هي قرنبيط. طعمها حلو قوي وصحية كمان، اللي بيحب ياكل اكل صحي او بيتعب من القرنبيط المقلي هتعجبه قوي. وطريقتها سهلة وانت واقفة كده زي ما انا ما عملتهم كده بالظبط، ما اخدش مني وقت خالص. مع طبق طحينة وطبق سلطة، يا سلام تحفة. كمان ممكن تعمليها زي البرجر كده في عيش البرجر وعليها شرايح طماطم وفلفل، يا سلام تحفة. يلا بقى جربوا الطريقة وهتعجبكم قوي. مع السلامة.